دول 18 بنت مصريين رايحين يدفنوهم، ومفيش حد من اللي كان معاهم طلع سليم. ايه الحكايه؟ 18 بنت من قرية في المنوفية كانوا رايحين شغلهم في مصانع المنطقة الصناعية في السادات. البنات دي أعمارهم من 14 ل 20 سنة، وكانوا بيشتغلوا علشان يساعدوا أهاليهم. ركبوا ميكروباص بيتحرك الفجر، وقبل الساعة 7 بشوية عربية نقل سواقها ماشي مخالف فدخل في الميكروباص بسرعة، والنتيجة الميكروباص اتفرم، والبنات والسواق روحهم خرجت من الدنيا. منهم رويدة اللي كان فرحها الأسبوع الجاي، وشيماء اللي بتدرس في كلية هندسة وبتنزل تشتغل علشان تصرف على دراستها. الإسعاف نقل الجثث ل4 مستشفيات، وبسبب شدة الحادث هيئة الإسعاف قررت كتابة اسم كل بنت على العربية اللي شايلة جثمانها، وده علشان الأهل يقدروا يلاقوا بناتهم من غير ما يلفوا على الثلاجات. البنات دول يوميتهم 130 جنيه، يعني أقل من 3 دولار، وبيصحوا من الفجر يشتغلوا علشان لقمة العيش. النيابة بدأت تحقق، وسواق النقل اتمسك وقالوا إنه هيتعمل له تحليل مخدرات. البنات دول وسواقهم كانوا بيسعوا على لقمة العيش علشان يعرفوا يعيشوا، لكن للأسف ما لحقوش.